المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتريا، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يلتقي رئيس وزراء السودان. ارتفاع نسبة مشاركة الطلاب في العام الدراسي 2024-2025 في ملقي. تخريج 292 شابا تلقوا تدريبا في ترافل استغرق 3 أشهر. اتفاق تاريخي يفتح باب النهاية لحرب دامت 2 في غزة. النواب الإسبان يقرون حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها. وصندوق النقد يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2025 و2026. أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس أفورقي مساء اليوم 9 أكتوبر بقاعة هجر وفدا سودانيا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس. ركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية وجهود حل الصراع في السودان والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح فخامة الرئيس أفورقي موقف إرتريا المبدئي والثابت لدعم وحدة وكرامة السودان، مؤكدا أن الحكومة الإرترية تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل دائم للصراع في السودان. ونقل رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس التحايا والتمنيات الطيبة من رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد الأعلى للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان للرئيس السياسي أفورقي، وكذلك شكر شعب السودان عامة على الموقف الشجاع والكريم الذي اتخذته رئاسة وحكومة وشعب إرتريا النابع من القيم في الوقت الذي يواجه فيه الشعب السوداني مرحلة حاسمة خطيرة. حضر اللقاء من جانب إرتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وسفير إرتريا للسودان السيد عيسى أحمد عيسى، وعن جمهورية السودان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم أحمد، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة السيد خالد إسماعيل أحمد، وسفير السودان لدى إرتريا السيد أسامة أحمد عبد الباري وآخرون. وفي غضون ذلك قام رئيس الوزراء السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له برفقة الرئيس السياسي أفورقي والوزير عثمان صالح قاموا بجولة سيرا على الأقدام في شوارع العاصمة أسمرة الرئيسية، محتفين بالترحيب الشعبي بكل ود وتقدير. كما قام الوفد بتفقد المناظر الطبيعية لمنطقة درفم وأدى الصلاة في مسجد الخلفاء الراشدين. هذا وقد وصل الوفد السوداني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى أسمر ظهر اليوم الخميس 9 أكتوبر في زيارة عمل تستغرق يومين. وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمر الدولي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وسفير إرتريا لدى السودان السيد عيسى أحمد عيسى. يذكر أنه تم تعيين رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس في شهر مايو الماضي من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ارتفعت نسبة مشاركة الطلاب في العام الدراسي 2024-2025 في مديرية ملقي. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ هياب قيتون في التقييم الذي أجرى أن مشاركة الطلاب في التعليم التمهيدي زادت بنسبة 10.6%، والتعليم الابتدائي بنسبة 7.2%، والتعليم المتوسط بنسبة 29.8%، والتعليم الثانوي بنسبة 2.5%. وبناء على ذلك ارتفع معدل المشاركة بنسبة 10% في المتوسط مقارنة مع العام الدراسي 2023-2024، وكذلك ارتفاع معدل مشاركة الإناث بنسبة 11%. وأشار التقييم إلى استفادة 25 قرية من خدمات التعليم التمهيدي والابتدائي، في حين تتلقى 35 قرية الخدمات التعليمية عن قرب. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية ملقي السيد هنس أب ولدو أن الزيادة في عدد الطلاب ومشاركة الطالبات هي نتيجة للجهود المشتركة للمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع.
تخرج اليوم 9 من أكتوبر 492 شابا، بينهم 290 شابة تلقوا تدريبا مختلفا لمختلف المهن لمدة 3 أشهر في مدينة ترافل بالإقليم الأوسط. وتم تدريب 122 في التعليم الإداري، و91 في الإسعافات الأولية، و81 في تكنولوجيا الكمبيوتر، و78 في الرسوم المتحركة والمونتاج الجرافيكي، و66 في علم الرياضيات، و54 في التصوير الفوتوغرافي والمتحرك. وذكرت مديرية ترافولو السيدة الأولى أسرات أن تمكين الشباب أكاديميا ومهنيا وحثت المتدربين للاستفادة من المعرفة التي اكتسبوها. وأضاف مسؤول فرع اتحاد الشباب والطلبة بالإقليم الأوسط السيد سامسون كفلم أن البرنامج هو جزء من الأنشطة الرئيسية للاتحاد التي تركز على تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات لرفع قدراتهم الذاتية، مذكرا الشباب على تطوير المهارات التي اكتسبوها بالتطبيق العملي وتبادل الخبرات فيما بينهم ونشر المعرفة. ذكر مسؤول عيادة دانكور المتواجدة في إدارة الضاحية في شي مرارة في مديرية قندع الممرض أبي القبرهيوت ذكر تطوير خدمات التطعيم في العيادة، وقال إن عدد النساء الحوامل اللاتي يراجعن ويضعن حملهن في العيادة ارتفع بنسبة 25.7%، وتطعيم الأطفال بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق. وأوضح مدير إدارة ضاحية في شي مرارة السيد عبد محمود أن السكان يتخذون مبادرات لتجديد مبنى العيادة. وأكد السكان من جانبهم على ازدياد الوعي الصحي نتيجة المحاضرات المستمرة التي يقدمها المهنيون الصحيون. تقدم عيادة دانكور الخدمات الصحية لضاحية في شي مرارة ومناطق معلدي وبقساء وقروح ومحلاب وكواكن. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب الوسطاء التوصل إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة. وقالت حركة حماس إن الاتفاق ينص على إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى. وفي إسرائيل أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا لحكومته لإقرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس بهدف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين. رغم الإعلان عن الاتفاق، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة قرارات على مناطق مختلفة في القطاع، كما حذر الجيش الإسرائيلي النازحين من العودة إلى مناطقهم الواقعة شمالا. أقر البرلمان الإسباني قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهي إجراء يناصره رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهدف كبح الإبادة في غزة. وصوت على القانون 178 نائبا في مقابل 169 بعد ما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم 4 نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف لم يعلنوا قرارهم. وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية، وقد استدعت السفير الإسباني في عام 2024 بعد ما اعترفت مدريد بدولة فلسطين. وينص القانون أيضا على أن لمجلس الوزراء الحق أن يسمح بشكل استثنائي بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج في حال كان تطبيق الحظر عليها بسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكثر مما كان متوقعا على الرغم من الضغوطات الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة، لكنها توقعت تباطؤ طفيفا فقط في النمو العالمي هذا العام وخلال 2026. وأضافت جورجيفا أن الاقتصاد الأمريكي تفادى الركود الذي كان يخشاه العديد من الخبراء
قبل 6 أشهر فقط، مشيرة إلى أن العديد من الاقتصادات صمدت في ظل سياسات أفضل وقطاع خاص أكثر قدرة على التكيف وتعريفات استيراد أقل حدة مما كان يخشى على الأقل في الوقت الحالي، وظروف مالية داعمة وفقا لتصريحاتها في فعالية بمعهد ميلكن في واشنطن. وفي يوليو الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي 0.2% إلى 3% لعام 2025 وبنسبة 0.1% إلى 3.1% لعام 2026. وقال جورجيف أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في الاقتصاد الأمريكي، مشددة على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على خفض عجزها الاتحادي الكبير. مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الثامن وغياب أي مؤشرات على انفراج قريب، بدأت ملامح الإغلاق تنعكس تدريجيا على المرافق الحيوية الأمريكية لتطول بشكل مباشر مئات الآلاف من الأمريكيين على رأسهم القوات الأمريكية. ومع الجمود السياسي وتراشق الاتهامات الحزبية، بدأت حركة الملاحة في المطارات تشهد تباطؤا ملحوظا نظرا للنقص في عدد الموظفين المسؤولين عن مراقبة الحركة الجوية، وقد أدى هذا النقص إلى تأخير أكثر من 3000 رحلة في مطارات بارزة على رأسها مطار شيكاغو الدولي. لكن حركة المطارات ما هو إلا جزء من المشكلة التي ستتراكم وتتفاعل كلما طال أمد الإغلاق، ولعل ما يؤرق نوم المشرعين والبيت الأبيض هو تاريخ 15 من أكتوبر، حين تتخلف الحكومة عن تسديد رواتب عناصر القوات الأمريكية في حال عدم التوصل إلى حل بهذا الشأن. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يلتقي رئيس وزراء السودان. ارتفاع نسبة مشاركة الطلاب في العام الدراسي 2024-2025 بمنطقة ملقي. تخريج 492 شابا تلقوا تدريبا في مديرية ترافلو استغرق 3 أشهر. اتفاق تاريخي يفتح باب النهاية لحرب دامت 2 في غزة. النواب الإسبان يقرون حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها. صندوق النقد يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2025-2026. هكذا سادة سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.